كتير من الحب لبينا دعوة النجم جو أشقر لنشاركه فرحة إطلاق أغنيته الجديدة رقصونا يلا بمطعمه كافيه أماريلا بمنطقة أنطلياس. وبطبيعة الحال كان لنا دردشة قصيرة معه. فكيف كان هذا اللقاء؟ شو خبرنا جو عن هالعمل الغنائي الجديد؟ خلينا نشوف سوا. نجم جو أشقر، أهلا وسهلا فيك على بيطار ماجازين. أنا اليوم مبسوط عم بتواجد بحفل إطلاق أغنيتك رقصونا يلا. خبرني قديش هيك حلو أنك جبت مصر على لبنان من خلال هذا العمل الغنائي المصور، وخبرني أكثر عن كواليس التحضيرات للأغنية وللفيديو كليب. غنية قلتها من شوي، أنا الغنية لها معي 4 سنين من فترة كورونا، ونيمتها لأنه ما كان الوقت مؤاتي إنه تنزل. هلا نزلت بالوقت المناسب اللي حسينا إنه البلد رجع أخذ شوية أكسجين، ورجعنا تنفسنا ورجعنا للحياة. وأنا ضفت على هالوضع اللي نحن فيه، أعطيت بصمة حلوة. عملت غنية ملونة كتير، فرحة نغشة إيقاعية وبتشبهني، وبعتقد رح يكون لها سيجنتشر حلوه هلا بالصيفيه بلبنان وبالوطن العربي وبمصر وبلبنان اكثر شيء. جو بدي اسالك، هل في شيء كان في قصه وراء اختيارك لعنوان هالاغنيه المميز؟ لا، الاغنيه اجتني انا، انعرضت علي كاغنيه من الملحن، وصراحه حبيت الموضوع، وبتحكي عن الاجواء وعن الحياه وعن الطاقه الايجابيه، وهذا الشيء بيشبهني انا. بيشبه علما انه انا اللي 4 سنين عايش بنوع من مش كآبة، بس عايشين ب داون. كنا محبطين شوي يعني مثل كل الشعب اللبناني، بس خلص انه صار وقت انه نخلع هالثوب الاسود بقى ونرجع للحياة. نحن معودين نعيش نحن اللبنانية. بدي اسالك، كيف عم تلاقي ردود افعال الناس بعد 3 ايام من اطلاق الاغنية؟ عند عمرها يومين الاغنية، اليوم الثالث. انا برايي الاصداء ممتازه ليومين 3 مثل ما هيك. عم بحصد انه اجواء او كومنتس هالقد ايجابيه، معناتها الغنيه فيها مشروع. هي بوم عن جد، وكتير بترقص وبتعيش. انا هيك بوصفها بتعيش. جو بدي اسالك، انتم صورتوا بحي شعبي، هل واجهتكم شي تحديات اثناء التصوير؟ عقبات؟ خبرني. لا كيف كان العالم، وجود العالم كيف كانوا عم يتصرفوا؟ الشارع اللي كنا فيه حالي كان. هي تصورت ببرج حمود، ولا لا 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 يعني كانوا سهلوا لنا كثير الوضع. الفعاليات والقيمين على المنطقه يعني من رئيس البلديه الى ما هنالك ساعدونا كثير بالوضع، وكانوا كثير متعاونين. والشعب اللي موجود بالشارع كانوا كثير مهضومين، كاركترز يعني. كانوا هن قد ايه نحن اشتغلنا على الكاست بالكليب وجبنا بيرسوناجات هيك كتير مهضومين وكتير فانكي اذا بدك. حتى السكان الشارع كانوا كتير مهضومين كمان وقريبين لجو الكليب يعني. صفايرة فكرة مين؟ فكرتك او فكرة المخرج؟ انا ليك بالغنية هيدي فكرة تارارا هي انا عملتها، والصفيرة انا عملتها يعني. انا طلعت بالفكرة بس مش انا صوفرت لانه ما بعرف صوفر. هيدي اكيد حتصير ترند على تيك توك. انا بعتقد اكيد. جو بدي اسالك بعد، بتعتقد انه هيدي الاغنية بيقدر الجمهور يستخلص منها رسالة معينة؟ اكيد يعني ليه لشو النكد؟ شو له طعم النكد؟ يقهر حاله ويسم الواحد، خلص شلح طوب النكد وفوت بالايجابيه وانبسط وفرفشه ورقصونا يلا خلص.
يعني كب كل شيء على جنب وقوم ارقص وانبسط. هي الرساله. هل عندك رسالة بتحب توجهها لكل محبينك ولكل المستمعين للأغنية؟ انا رجعت على الساحه الفنيه عامل كومباك حلو، لانه زهقت من الوضع اللي كنا عايشين فيه، وخدت قرار انه خلص بدي ارجع جو اللي كنت انا كل عمري، جو الحياه، السهر، الرقص، الفن الحلو، الطاقه الايجابيه. هي الرساله، وبعتقد العالم فهمتها من وراء هالغنيه هيدي. جو بمقابلة سابقة لإلي معك قلت لي أنه كنت عم تحضر لأغنية مهرجان، وين صارت؟ ما عاد نزلتها لانه كان فيها كلمات ممكن تعمل لي مشاكل. مم. ما- بتفكر ترجع تعيد التجربة يمكن بغير كلمات؟ في وحده ما فيها اعمل مهرجان لانه ما بتشبهني، اللون ما بيشبهني. هذا الشعب المصري مش انا، يعني اذا غنيت للعالم جو المهرجان ما حيصدقوني فيه، رح يحسوا توب مبهبط علي. عامل شيء في تويست مهرجان يعني، بس مش بيور مهرجان. يعني بنوعد بعد جمهور قريبا بأغنية كمان بوم مثل اللي رقصونا. اكيد مش اقل من هيك. بدي أتمنى لك التوفيق، وأنا انبسطت كثير بوجودك وموفق بكل شيء بتعمله. تشرفتونا.